ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا ما ننسوش اخواتنا في فلسطين. ندعو لهم ربنا يفك عنهم الحصار يا رب العالمين. معايا وصفتي النهاردة هي البطاطا. بجيبها نقعها شوية، هي متوفرة في السوق، فبنقعها شوية عشان انزل منها الطينة. وبعد كده باخدها بعد ما انقعها شوية، اخدها اغسلها تحت الحنفية. وصفة سهلة جدا. مش باخدها بقى واقعد اشويها في الفرن تقعد 3 ساعات عبال ما تتشوى، لا. باخدها اصفيها واغسلها واصفيها. هنا ما كانش ان انا متوفر عندي ورق زبدة، فجبت ورق كراسة رمس او ورق كراسة اللي هي بتاعت الخرايط. وبعد كده بجيب البطاطا بتاعتي، بس بعمل فيها فتحات مش للاخر. بعمل فيها فتحات زي ما بتجيب البطاطا من عربية البطاطا كده. بعمل في كل بطاطاية فتحة كده زي ما انتوا شفتوا. بعمل الكمية كلها بتاعت البطاطا بتاعتي كلها بنفس الطريقة دي. بفتحها كذا فتحة من فوق بس مش للاخر. برصهم في الصينية. الورق ما بيتحرقش يا جماعة، لان ما ينفعش احط البطاطا على طول على الالمونيا. فلازم احط عليها ورق على اللي هو ورق الزبدة، فانا ما عنديش ورق زبدة. فبنتصرف يعني. اهو زي ما انتوا شايفين رصيت البطاطا كلها جنب بعضها. هخلص الكمية كده كلها رص في الصينية. كانش فاضل الا واحدة فقلت هحطها فيه. يعني كده خلصت رص الصينية. هنا بجيب معلقة سكر زي ما تحبي بقى السكر، فانا هنا حطيت معلقة واحدة بس. ودي ربع كوباية مية او نص كوباية مية. ورشرشتها على البطاطا كلها. وبعد كده بجيب ورق سلوفان وبغطي فيه البطاطا من فوق. ما عندكيش ورق سلوفان ممكن تغطيه بغطا حلة كبيرة عندك. وباخدها وبحطها على نار هادية خالص. شايفين يا جماعة طلعت معايا احلى بطاطا. يعني بجد والله طلعت طعمها جميل جدا. احسن من ان انا اشويها في الفرن وكمان جلدها بيتحرق، لا يعني انت ممكن تاكليها اصلا بقشرها كمان. بجد تسلم ايديا. طبعا ما تنسوش تعملوا لي لايك وتعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. تكتبوا لي انتوا وتتابعوني من اي بلد. كمية البطاطا طلعت كلها كده زي ما انتوا شايفين الفتحات اللي احنا عملناها. دمتم في رعاية الله.